حماية؟ بابا. ايوه الراجل ده نصاب، يلا معايا. يعني ايه نصاب؟ ضحك علينا، يلا يا بابا اهدى يا بابا. اب ياخد بنته من عريسها ليلة دخلتها ويتهموا انه نصاب، يا ترى ايه الحكاية؟ قبل ما نبدأ احداث القصة كلنا نصلي على النبي. نورت يا عروسة، تعالي. انت اللي نورت حياتي كلها يا مصطفى. النهارده اسعد يوم في حياتي والله. انا كمان يا مصطفى سعيده وفرحانه قوي قوي. انت مستنيه حد؟ لا. امال مين اللي بيخبط دلوقتي؟ حماية؟ بابا. ايوه الراجل ده نصاب، يلا معايا. يعني ايه نصاب؟ ضحك علينا، يلا يا بابا اهدى يا بابا. يلا معايا. يا حماية ده يا حماية اللي انت بتعمله ده غلط. نزل ايدك بقول لك، انت لو مفكرني مغفل وباخد على قفايا يبقى انت غلطان. هو عمل ايه يا بابا لكل ده؟ الاستاذ المحترم زي ما احنا بص اتفرج يا عم ومتع نظرك. وريني يا ابني. الله، ايه الشقه الجميله دي، بسم الله ما شاء الله. تصدق ده المطبخ اللي انت في الشقه هنا احسن من المطبخ اللي انت كنت قايل لي عليه. المهم يا عمي عجبتك؟ عجبتني يا ابني، والمدخل ما شاء الله. ايه ده ايه ده؟ قلب ده لسه فيه كمان. اوه، لا 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 لا، ايه ده ايه ده؟ لا والله ما شاء الله ذوقك حلو، انا ما كنتش متخيل ان ذوقك يبقى بص كده. يا عمي، انت عارف النجفه دي؟ النجفه دي جايه من باريس. معقوله؟ الركنه دي ركنه ايطالي. يا راجل الحمام تصميمه تركي. لا 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 لا، ده انت، لا ده انا همسك فيك بايدي واسناني يا ابني. حبيبي يا حماية، انا بحبك قوي يا حماية. حبيبي يا ابني. أول مرة أعرف يا عم إن أنت بينضحك علينا، ما كنتش أعرف إن عيل صغير زي ده يغفلها. انا بتضحك عليا؟ ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وانا اتغفلت ازاي؟ عريس بنتك غفلك وضحك عليك، ولا عنده شقة ولا عنده أي حاجة، بس عشان أنت راجل طماع. نزل ايدك، ده مش معيشها في شقه، ده معيشها في قصر. وعيب يا ابني لما تكلم عمك بالشكل ده. عيب عليك أنت يا عم لما أكون أنا ابن أخوك وجاهز وعيشة أحسن عيشة وتروح تديها لواحد نصاب عشان أنت راجل طماع. نصاب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي أنا بقوله لك ده يا عم أنا متأكد منه. مش بنتك عايشة في قصر؟ روح بقى شوف القصر اللي هي عايشة فيه، لما تروح هناك يبقى كلمني وأقول لك هي عايشة فين. انا هروح، وعارف انا هروح ليه؟ عشان اثبت لك ان انت كذاب، ولو لقيتها هناك انا هعيد تربيتك من اول وجديد. متنساش يا عم تكلمني عشان اقول لك عنوانها الجديد. انا فعلا غلطان يا حماية، بس انا ما عملتش جريمة. وبعدين انا لو كنت قلت لك ان انا هتجوز في الشقة دي انت ما كنتش هتوافق بيا، وحرام عليك تكسر فرحتي في يوم زي ده. انت اللي كسرت فرحتك بايدك، وهاخدها من هنا وغصب عنك. ليه؟ عشان ايه كل ده؟ عشان انت غشتني، انت ضحكت عليا. انا ما اقصدش والله ان انا غشك ولا اضحك عليك. اللي انت عايزه انا هعمله لك، بس سيبنا ما تكسرش فرحتنا. حرام عليك اللي انت بتعمله ده. انت ترضاها على ابنك؟ على فكره يا بابا انا كنت على علم على كل حاجه. يا مصطفى عملت ايه مع بابا؟ طمني. كل خير يا حبيبتي، والخطه ماشيه زي ما احنا اتفقنا بالظبط. برافو عليك يا مصطفى. بس انا قلقانه قوي يا مصطفى، احسن بابا يعرف وساعتها هيبقى شكلنا وحش قوي. وهو بس هيعرف منين يا حبيبتي؟ وقت ما يتصل بيكي او اي حد من اهلك يتصل بيكي اعملي اي مبرر، اعملي اي حاجه، قولوا لهم ان احنا مسافرين، قولي اي حاجه وهنقضي حياتنا وهنبقى زي الفل. ربنا يسترها بقى يا مصطفى. يلا بقى تعالي نخرج شويه. ومش هنزل معاك ومش هسيب بيتي ولا هسيب مصطفى. يلا هتنزلي معايا وغصب عنك. يا حماية والله كل اللي هتطلبه مني هعمله. يا بابا سيبني، يا بابا سيبني، يا بابا الامور سيبني. هتتصلح لما تبقى راجل وقد كلمتك تبقى تيجي تاخدها. سيبني يا ابو مصطفى. حماية سيبها يا حماية، يا حماية سيبها. ايه اليوم الغم ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اتصل بامي تيجي تشوف حل للموضوع ده. ايه ده؟ مصطفى ابني؟ الو، ايه يا حبيبي؟ انا واقع في مصيبة يا ماما. بعد الشر عليك ايه يا ولا؟ هو انت باين ما روحتش بيتك؟ حماية ماله حماك يا ابني؟ جه اخد بنته ومشى يا ماما. يا نهار اسود! بقول لك ايه انا هجيلك دلوقتي وافهمك الوضع ايه. يا حبيبي يا ابني، الراجل كسر فرحتك اللي بدخلتك. تعالي يا ابني وربنا يفكها عليك. مع السلامة. اهو ده قاعدين يكفوك شر الجايين. انا مش مرتاحه للراجل ده من يوم الفرح. يا ساتر يا رب. يا بابا انا عاوزه اعرف بس انت ازاي يا بابا تطلعني دلوقتي من بيتي وفي ليله دخلتي
عليك يا بابا، وبعد اذنك بقى انا مش هسمع كلامك، انا هرجع لمصطفى وهرجع لبيتي. مفيش رجوع لمصطفى غير لما يوفي كلامه، وانا بقول لك اهو، ويلا خش جوه. انت بتمد ايدك عليا يا بابا. وهقطم رقبتك كمان، وهشوف مين كلامه اللي هيمشي في البيت اهوت. بس يا ماما هو ده كل اللي حصل. وبعدين يا ماما انا لو كنت قلت له ان انا هتجوز في الشقه اللي انت جبتها لي دي ما كانش هيوافق، فانا اضطريت ان انا اعمل حاجه زي كده. يا ماما بطلي اكل وركزي معايا يا ماما. نبدا اصبر عليا هرد عليه. بقول لك ايه؟ سن الموضوع ده انا هروح للراجل ده. هتروحي له تعملي ايه يعني؟ تبقى يحلها ربنا. بقول لك ايه؟ ما تزعلش، انا هصالحك على بعض. اعمل لي شاي وتحسطني. ان شاء الله ماما هتحلها. الله يسد نفسك يا حماية زي ما سديت نفسي ليلة دخلتي. فيها يا حاجه ده كلام برضه. بقول لك ايه يا اخويا؟ انا اسفه يا استاذ، بس عايز اقول لك حاجه. الولد بيحب البتوم، ما تفرق عن نجيبوا لها سكن احلى من كده. ربنا يهديك. بقول لك ايه؟ انا مستعده اضحي بعمري عشان ابني. الله يخليه، ادهاني واروح بيها. انا بنتي مش هترجع عشان انت ابنك مش قد كلامه وما التزمش معايا. بقول لك ايه يا استاذ؟ ما تكسرش فرحته من فرحها. والله الظروف هتتعدل بعد كده، واللي انت عايزه على التزوله. انا ما عنديش غيره، وعايزاه يبقى اسعد واحد. طلباتك اوامر والله، واللي انت عايزه اعمله لك، بس ما تكسرش فرحته. النبي يا بيه. وانا ايه اللي يضمني ان ابنك هيلتزم بشروطي؟ قول لي بس، طلباتك اوامر، واللي انت عايزه كل اللي انت، وهخليها سعيده، واللي انت عايزه انا اعمله لك. طب انا عندي شرط. اشرط، وشروطك اوامر، بس سيبني يبقى سعيد. هتمضيلي على ايصالات امانه وكمبيالات، غير كده مفيش. بس كده انا اعمل لك اي حاجه في سبيل ان ابني يبقى سعيد، واخد عروسته واروح. ماشي يا حاجه، اتفقنا. انا هروح اجيب الايصالات دلوقتي عشان تمضيها. انه عدى على خير يا رب يا رب يا رب. اتفضلي يا ماما. ايصالات امانه وكمبيالات اهي، تمضيلي عليها حالا. تعرفي تمضي ولا تبصمي؟ يا قمر. اتفضل يا استاذ، انا عملت اللي انت طلبته مني كله. استاذنك خد البنت معايا. انت حاجه ملتزمه ما شاء الله عليكي، بس لو ابنك لعب معايا هوديكوا في 60 داهيه. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر يا ابني. يلا انا هقوم اجيبها لك اهو. اميره، انت فينك يا اميره؟ ربنا يهديك يا رب، ربنا يهديك. كل ده عشان خاطرك يا ابني، واعمل اكتر من كده. ما تزعليش يا اميره، انت عارفه انا بعمل كل ده عشان مصلحتك، وانت عارفه كويس قوي ان لا يمكن ارضى انك تعيشي في مستوى اقل من المستوى اللي انت كنت عايشه فيه. يا بابا انت كسرت بخاطري وكسرت بفرحتي انا ومصطفى. انت عارفه يا بنتي ان لا يمكن اكسر ابدا فرحتك، وعشان اثبت لك الكلام ده انا هاخدك دلوقتي وامه قاعده بره هسلمك ليها. بجد يا بابا والنبي؟ طب يلا بينا. والله يلا بينا. بنتي هي يا حاجه، حافظوا عليها، ولا انت عارفه انا ممكن اعمل ايه؟ خاف بنتك بنتي، وزي ما خاف على بنتي هخاف على بنتك. يلا بينا يا بنتي. كل ده يا ام بتعملي ايه بس؟ وسعي يا بابا وسعي. انا عايز اعيش بالحلال. مالها يعني الشقه؟ ما الشقه كويسه وزي الفل اهو. الحمد لله على السلامه. امال ماما فين؟ اهي طالعه يا حبيبي ورايا. طب ادخلي يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، اسعدتني جدا والله. عشان انا بحبك جبت لك اللي بتحبها. يلا ربنا خش. يخليك يا ماما.
بقول لك صح يا ماما. نعم يا حبيبي. هو انت جبتها ازاي؟ ده ابوها شرط عليها انها مش هتدخل الشقه غير لما اكملها له. ايه اللي حصل بالظبط؟ بقول لك ايه، سيبك من الموضوع ده دلوقتي والصباح رباح. ماما انت مخبيه عليا حاجه وانا مصمم ان انا اعرف ايه اللي حصل. لا يا حبيبي مش مخبيه عليك حاجه، بس خش بصباح رباح. يلا يا حبيبي ربنا يهنيك. طب اتفضلي معانا. تصبح على خير. ماشي يا ماما، انت من اهل الخير. من وجهة نظرك التصرف اللي عملته الأم صح ولا غلط؟ ولو العريس عرف حاجة زي كده تفتكروا ممكن يتصرف ازاي؟ ولو انت مكانه هتعمل ايه؟ يا ريت تشاركونا رأيكم في الكومنتات ونعمل شير للرسالة دي نوصلها لأكبر عدد ممكن من الناس. شجعونا نكمل وشجعونا على فعل الخير. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.